لأصلين عليك عمري كله ما دامت الأنفاس بي تتردد. أرجو بذلك قربة وشفاعة بيني وبينك يا حبيبي الموعد. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكنه في الجنان مقيما. ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين في كتابه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والملاحظ أن نداءات الله تبارك وتعالى للمؤمنين كلها في القرآن جاءت في صورة أوامر ونواهي. عدا هذا النداء فإن الله تبارك وتعالى تكرم وتفضل بالصلاة على نبيه، ثم ثني بالملائكة الكرام، ثم أمرنا بعد ذلك بالصلاة عليه. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: المقصود في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة، أصحها وأشهرها ما جاء في الحديث المتفق عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. لأصلين عليك عمري كله ما دامت الأنفاس بي تتردد. أرجو بذلك قربة وشفاعة بيني وبينك يا حبيبي الموعد. إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها فوائد وثمرات ومواطن كثيرة، منها دفع الهموم وزوال الكروب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: قلت الربع. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: قلت النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: قلت الثلثين. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. منها الفوز برحمة الله تبارك وتعالى وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فكلما أكثرت من الصلاة كلما فزت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، منها رفع درجات ومحو السيئات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، وحطت عنه 10 خطيئات، ورفعت له 10 درجات، منها صلاة الله تبارك وتعالى وملائكته على العبد. عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود، حتى خفت أو خشيت أن يكون الله تبارك وتعالى توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر، فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. منها استغفار الملائكة للعبد. عن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصلي علي
إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وصلاة الملائكة على العبد استغفار له، فالعبد مستفيد أولا وآخرا، فليقل العبد من ذلك أو يكثر. ويستحب الإكثار على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأماكن والأزمان والأحوال، وفي ذلك يقول: صلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولكن يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن وأحوال كثيرة. يوم الجمعة، فعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني بليت يا رسول الله. قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، منها عند دخول المسجد والخروج منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. منها عند الدعاء، حيث تبدأ الدعاء بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرجى للقبول وإجابة الدعاء. عن عبد الله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. وعن فضالة بن عبيد يقول: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. عمر بن الخطاب قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، بعد أن علمنا فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثمراتها وفوائدها، فإنه ينبغي على العبد ألا يتركها ولا يغفل عنها لحظة. وقد جاءت النصوص النبوية تحذر من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبواه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تبارك وتعالى فيه ولم يصلي على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومعنى ترة يعني حسرة وندامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا في غير ذكر الله تبارك وتعالى وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا على أنتن جيفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تبارك وتعالى فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وقد أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على المعرض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالبخيل. قال علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ألا فلنكثر من الصلاة على صاحب الذكرى العطرة في كل وقت وفي كل حين لنفوز بشفاعته والقرب منه يوم القيامة. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويسكنه في الجنان مقيما. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.